من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ ما أسعدني وأقصاني أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية. أخذ الحسين عنان الجواد من أخته ثم سار خطوات، وقبل أن يركب نادته أخته زينب: أخي يا حسين، نور عيني يا حسين. نعم أخي زينب، ما تريدين؟ أخي يا أبا عبد الله، اكشف لي عن صدرك. هذا صدري. كشف الحسين لها عن صدره فقبلته في صدره وشمته في نحره، ثم توجهت صوب المدينة. أماه أماه يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة وأنفذت الوصية. أخي زينب، أخي زينب، أي أمانة وأي وصية؟ أخي حسين، لما دنت الوفاة من أمنا الزهراء يا فاطمة أوصتني بنيتي زينب إذا كان يوم عاشوراء ورأيت أخاك الحسين يريد الخروج إلى الموت شميه في نحره فإنه موضع السيوف، وقبليه في صدره فإنه موضع حوافر الخيول. السلام عليك يا أماه يا فاطمة الزهراء، والسلام عليك يا زينب الكبرى. يا خويا حسين والله حيرتني، وانا حرمة يا بجريرة كلفتني، وما بين عدوانك عفتني. يا خويا يقول لا تخفي علي هذه راحتك لو بعد جاي. يا خويا ان كان رايح هاي هي اخذنا وياك، عنك ما اقدر اصبر. الله أكبر، الله أكبر. وحمل الحسين على القوم. الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. الله أكبر، الله أكبر. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. الله أكبر،
الله أكبر. الويل لكم، أتدرون من تبارزون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. وقصده القوم واشتد القتال، وقد اشتد به العطش، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج الزبيدي، وكان في 4000 فارس، فكشفهم عن الماء وأقحم جواده الماء. يا جواد، أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه ورفض أن يشرب، كأنه فهم مقالة الحسين، فمد الحسين يده إلى الماء ليشرب، فرآه رجل من القوم فنادى: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد أتكت حرمك؟ يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ما تقول يا ابن فاطمة؟ أقول أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا أتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. حسنا، لك ذلك يا حسين. هيا يا رجال، إن عطفوا عن رحل الرجل. ثم إنه عليه السلام عاد إلى الخيام مودعا عياله ثانيا، قائلا لهم: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. ويحكم، اهجموا عليه ما دام منشغيا بعياله، والله لو فرغ لكم لا تمتازوا ميمنتكم عن ميسرتكم. هيا! حملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام. أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. أنا الحسين بن علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني. حمل عليهم الحسين كالليث الغضبان، فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله، والسهام تأخذه من كل ناحية، وهو يتقيها بصدره ونحره، وصاروا عليه لبدا. ولما ضعف عن القتال رجع إلى مركزه ووقف ليستريح، وهو يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد وقف الحسين عن القتال. ماذا تظنه يريد أن يصنع يا سنان؟ أظنه وقف ليستريح، إنه لا يبالي بالموت، فقد ضعف عن القتال، قد أضر به العطش وأهل بيته، وأعياه نزف الدم، وأربط جأشا ولا أمضى جنانا منه. والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله.
أيها الناس خلوا بيني وبين ماء الفرات فإنني عطشان. يا حسين، ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات، فوالله لا تشربوا منه حتى تموتوا عطشا. اللهم أمته عطشا، اللهم أمته عطشا، اللهم أمته عطشا. وبينما هو كذلك إذ جاءه أبو الحتوف الجعفي يحمل حجرا من الأرض فضربه على جبهته. وسال الدم على وجهه لا قوة إلا بالله. فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه. جاءه لعين آخر فرماه بسهم محدد له 3 شعاب فوقع في قلبه. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال: إلهي هون ما نزل بي أنه بعين. فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ثم وضع يده ثانية تحت الجرح فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول: يا جداه قتلني فلان وفلان صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك يا غياث المستغيثين، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. ثم بادر إليه صالح بن وهاب وطعنه بالرمح في خاصرته: أيها سيداه وحسينا، لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين. وأعياه نزف الدم فجلس على الأرض ينوء برقبته وعمل له مثل الوسادة من الرمل فوضع رأسه عليها. الجواد عند جسد الحسين قرر العودة إلى الخيام ليرثي الحسين يحمل خبر سقوطه. إنه من خيل جياد رسول الله، عليكم به. عاد الجواد، هذا جواد ينعى الحسين، هذا جواد عمي الحسين، إنه ملبس حسين. ترى هذه الدماء عمي الحسين. يا جواد، يا جواد، أين عمي الحسين؟ عم زينب، عم زينب، أين عمي الحسين؟ ارجع معي يا ابن أخي، ارجع. لا والله يا عمه، لا والله. أين عمي الحسين؟ إلى أين يا ابن أخي؟ ارجع معي. عمي يا حسين أين أنت؟ دلني عليك. ارجع يا ابن أخي، ارجع يا ابن أخي. إلى أين؟
ها هنا خرجت زينب ووقفت على التل وصارت تنادي أخاها الحسين. يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا. هذا صوت زينب. وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله ومحمدا وأبتا وعليا وجعفر. هذا حسين بالعراء صريع في كربلاء. ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السماء.